أقول بأنه في ركلات الترجيح الليلة الأمر مناط باللاعبين ليس بحراس المرمى، لأنه نعرف رايكوفيتش وبونو. طبعا التألق بالنسبة للحارسين نعرفه، لكن الهلال أخفق في الترجيحية الأولى. رايكوفيتش يقدم الاتحاد إذا في المباراة قبل حتى أن ينفذ الترجيحية الأولى، طالما أن كانو أضاع الترجيحية الأولى في المواجهة. لا أقول طبعا الآن عندنا كريم بنزيما في الترجيحية الأولى من جانب الاتحاد بعد أن نجح في إبقاء الاتحاد في هذه المباراة. من قص شريط أهداف الليلة وختم أهداف الليلة عند الترجيحية الأولى للفريق الاتحادي من أمام بونو. بنزيما يتقدم وينجح في التسجيل كريم بنزيما. إذا الترجيحية الأولى ينجح فيها الاتحاد. لا أقول القرعة طبعا ظلمت المسابقة، ولو أنه رأيي أنها ظلمتها، لكن بلا شك حرمتنا من حلم نهائي كبير. لو كنت من يدير القرعة لأخفيت اسم أو ضيعت الآخر فقط لأضمن بأن الكلاسيكو يحتفظ بمكانه في ليلة الحسم. لكن هي كرة القدم تقسو بمبارياتها المبكرة في أحيان وتجعل من ربع النهائي نهائي سابقا لأوانه. الآن نعيش النهائي قبل الأوان ونستمتع بالمشهد الأخير. الكرة الآن على التوالي. الاتحاد ينجح عن طريق حارس مرمى رايكوفيتش. بالنسبة لجيسوس واضحة بعد ضياع الترجيحية الماضية. رايكوفيتش بقدمه هذه المرة نجح في التصدي للترجيحية الثانية للفريق الهلالي. الاتحاد هل ينجح أو بونو يقلص الفارق في الركلات الترجيحية وينجح من أمام فابينيو في الترجيحية الثانية للاتحاد. فابينيو تقدم، فابينيو ينجح. فابينيو شوف الرجل الهادئ دائما، لوران بلاو بشخصيته الهادئة يحتفل الآن بالتقدم في الترجيحية الثانية لفريقه في المباراة. سافيتش عند الترجيحية الثالثة، سافيتش والترجيحية الثالثة للفريق الهلالي من أمام رايكوفيتش، من أمام مواطن رايكوفيتش. هنا تحدي خاص بين الثنائي مع الترجيحية الثالثة اللي يستعد فيها سافيتش لتنفيذ الترجيحية الثالثة للهلال بعد فشل اثنين سبقوه. وسافيتش كان تحت الضغط سافيتش لأنه اثنين سبقوا فشلوا من أمام رايكوفيتش، لكنه يعرف مواطنه جيدا ويعرف مواطنه، وبالتالي نجح من أن يضع الكرة في الشباك. ويعرف مواطنه ونجح في تسجيل الترجيحية الثالثة للهلال، يبقي فرصة للهلال في ركلات الترجيح. الترجيحية الثالثة للفريق الاتحادي. لابد لبونو من كلمة إذا أراد للهلال من استمرارية مع لعبة الحظ، مع ركلات الترجيح، مع اللعبة التي تتلاعب بالأعصاب، لعبة التوتر. إذا كان يريد الهلال أن يستمر بونو يجب أن يكون له كلمة، وإلا فإن الاتحاد تصبح صعبة على الهلال. نعم ما زال باقي فيها أمل بالنسبة للفريق الهلالي، لكن تصبح صعبة. هذه الترجيحية إن ضاعت يعني بأنه خلاص المباراة حسمت، أو يبقى الدور على لاعب اتحادي يحسم المباراة بقدمه. هل تحسم المباراة بقفاز رايكوفيتش أو بقدم واحد من لاعبين الاتحاد؟ ركلة ترجيحية للهلال. مالكوم هل ينجح في تسجيل الترجيحية للفريق الهلالي؟ متسلحا بصدارة ودرع تاريخ الكبير ليفوز في هذه المباراة بقفاز رايكوفيتش، يصل إلى نصف النهائي. ألف مبروك الاتحاديين، الاتحاد الذي يبقي حضوره في كل المعارك وفي كل الساحات وفي كل الصراعات. بعد أن تصدر الدوري جاء الدور ليوقف سلسلة. لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة إلى زميل محمد خاتم تقول.
إن كنت بونو فقد واجهت راكوفيتش، هذا هو العنوان. بونو هو الحارس الذي يتصدى لكل ركلات الترجيح عندما تكون المعترك هلالي، وهذه المرة في بيت الهلال من يخرج الاتحاديين الفريحين؟ كريم بنزيما وبقية الرفاق والجماهير والجميع من هذا الملعب الذي استطاعوا أن يسجل فيه كريم بنزيما تحديدا هدفين، يعادل فيها كل مرة الهلال